عندك تصبغات في الجناب ديال فمك، تحت عينيك، الرقبه ديالك، العنق ديالك، الاندر ارم، ودرتي بزاف ديال لي تريتمون ما حتى شي واحد ما عطاك ريزولطا، فهادو يقدروا يكونوا ماشي تصبغات عاديه، يقدروا يكونوا علامه من علامات مقاومه الانسولين. وباش نفهموا مزيان، البنكرياس ديالنا كيفرز لنا الانسولين باش يهز لنا السكر ويدخل لنا الخلايا، ولكن ملي كنبداو نعطيو الجسم ديالنا الكربوهيدرات بزاف والسكريات بزاف، البنكرياس ديالنا كيعيا. يعني فاش كيبقى ياخذ الجسم ديالنا الكربوهيدرات والسكريات بشكل زائد، كيترتفع الافراز ديال الانسولين وكيمشي كيشد لينا هذاك السكر الزائد اللي ما لقاش فين يخبعو، كيمشي كيخبعو لنا في الخلايا الدهنيه، وهنا فين كيوقع لينا مقاومه ديال الانسولين مع الوقت. اوكي دابا فهمنا، ولكن عطينا الحل. اول حاجه خصنا ناخذ مكمل سميتو بونفوتامين، كيصلح لنا الشرايين والانسجه من الداخل، وناخذ فيتامين او باش ينقي لنا الترسبات اللي لداخل ديال الشرايين. وقبل ما تنعسي دهني وجهك بزيت عرقسوس، لحقاش الجزيئات ديالو رقيقه بزاف وكتدخلنا البشره لداخل. وغير هادشي عرقسوس معروف النتائج ديالو في ازاله التسبغات، ومنين تستعملي هاد الروتين بانتظام غادي تشوفي البشره ديالك صافيه مع الوقت، ما فيها لا تسبغات لا اثار ديال الحبوب لا حتى شي حاجه. وخلي لي في الكومونتير علاش بغيتيني نهضر في الفيديو الجاي.